بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كل الناس تصلي على النبي وتسمع كلمتين طبعا على قناة وجهة نظر، حلقة جديدة من حلقاتنا في وجهة نظر. وأنا طبعا بقول وجهة نظري، مش بتكلم ولا بتفلسف على حد ولا حد يتفلسف علينا. عايز أتكلم كلمتين. طبعا أنا استفزيت صراحة في اليومين اللي فاتوا، استفزيت استفزاز رهيب بكذا موقف طبعا في المنتخب المصري، ولذلك أنا طالع أتكلم عشان أفضفض في اللي جوايا مش أكتر. ويا ريت الناس اللي بتعرف أو تسمع أو تشوف الفيديو ده تقول لي وجهة نظرها برضه. طيب أنا وجهة نظري إيه؟ إن كرامة كل واحد في الرياضة المصرية اتهانت. وأهانها مين؟ أهانها محمد صلاح لما طلع وتغير وبعد كده قال أنا همشي. ولا طلع يورجن كلوب المدرب بتاعه في ليفربول قال احنا هناخده عندنا نعالجه. طبعا هي القصة كلها بسيطة، ما كانش المفروض يمشي. انت كابتن، المفروض ما يدلوش إشارة الكابتن من الأول. إشارة الكابتن المفروض من زمان ما كانش ياخدها من أيام أحمد فتحي. طبعا كلنا عارفين الكلام ده وطنشنا. وعشان كده الساكت على الحق شيطان أخرس. وطالما الناس دي كلها سكتت، فضلت تتمادى لغاية ما هان كرامة الراجل. يعني حتى في يقال والله أعلم طبعا، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكورة وهو رئيس البعثة، ومحمد صلاح طلب من حازم إمام إنه ما يهوبش ناحية الفندق. طب إزاي يعني واحد زي كده كرامته فين؟ ما راحت كرامته. وطالما راحت كرامة خالد الدرندلي، ما هو من الأول جمال علام راحت كرامته من أيام ما كانوا الجوابات واللي بتستخبى الجوابات وعارفين إن وليد العطار ورا كل حاجة ومحدش قادر يعمل حاجة، راحت كرامته. فكرامة الناس دي كلها مهانة. المشكلة إنه بيهينوا اسم مصر في الرياضة. اسم مصر في الرياضة بيهان، والناس نايمة والناس غفلانة والناس ولا هنا والناس مية. طب أنا في حاجة امبارح قبل ما اسمع يورجن كلوب ويطلع في المؤتمر الصحفي بعد مباراتهم، هم كانوا بيلعبوا ماتش بعد المباراة طلع الكلام. انا من قبل كده قبليها بليلة بيوم سمعت على قناة على اليوتيوب، قناة جبهة الأهلوية، وطبعا يرجع له الفضل. الراجل ده اسمه أستاذ حاتم راجل مدرس زي زميل، بس مدرس ايه؟ مدرس تربية رياضية في القاهرة. طبعا هو في القاهرة آخر الدنيا، احنا في أسوان في جنوب مصر خالص، فما فيش علاقة. لكن سمعته والراجل ده أديله حقه. أول واحد سمعته قال كلام أنا طنشته واعتبرت إنه كلام إعلام وكلام صحفيين وكلام ناس. طبعا هو ليه ناس، يعني ليه مصادر، مش زينا بيقولوا وجهة نظر وخلاص، لا في مصادر من هنا وفي مصادر من هنا. فقال لك مصدر إماراتي كلمه وقال له إن محمد صلاح هو اللي بيصرف على الجهاز الفني للمنتخب الكامل، المنتخب المصري بالكامل. الجهاز الفني للمنتخب المصري كله محمد صلاح هو اللي بيصرف عليه. وطالما محمد صلاح بيصرف عليه يبقى كل سنة وانت الحب، كل عام وانت حبيبتي، كل عام وانت طيب. الموضوع منتهي. محمد صلاح بيذل الناس دي كلها واحنا ما نعرفش، واحنا بنحب صلاح. يعني انا واحد من الناس اخر الدنيا وعمره ما هيتقابل مع صلاح، والله اعلم طبعا، يعني فيما بعد الله اعلم يمكن، بس ما لا انا هشوف ولا هو يشوفني لو ادانا العمر كمان. يعني كده الواحد ايه، كل سنه وانت طيب، موضوعنا منتهي. فمعلش فين حشوف صلاح؟ لكن بحبه، بحبه، راجل رافع راس مصر في الخارج، لكن في المنتخب اتاري بقى الموضوع ضايع من صلاح. ولذلك من ساعة عمرو وردة، لو حد فاكر في 2019 موقف عمرو وردة واللعيبة اتحدت ووقفوا، صلاح وقف معاه وراح مخلي الشناوي وخلي مش عارف مين ومخلي مين، وأربعة خمسة اتفقوا وكلموا هنا بريدة كان رئيس الاتحاد ساعتها، انه يا فندم يا باشمهندس خالد، لازم لا هاني باشمهندس هنا بريدة، لازم عمرو وردة يكمل معانا في المنتخب، مع ان كانت نقطة خلاف ونقطة بوظان المنتخب، وعشان كده طلعنا. وجنوب افريقيا لبونا بجون، كان بيرسي تاو ساعتها هو اللي جاب فينا الجون. فهو كده، ما بني على باطل فهو باطل. فدلوقتي لما صلاح عمل الحركة دي في ماتش غانا،
وعمل نفسه مصاب، الله اعلم هو مصاب ولا مش مصاب، بس طالما هو ضلع وقالوا مصاب يبقى مصاب، حنتعامل انه مصاب. طب انت مصاب كمل مع المنتخب. لما عملها قبلك الشناوي وكان مصاب في 2021 من سنة اخر مره لما كنا في كاس العالم للانديه، المفروض كان يسافر ويمشي، لا قعد لغايه اخر البطوله، وكان واقف ابو جبل لو حد فاكر في منتخب مصر، وقف ابو جبل وكمل البطوله ابو جبل. وحتى لما اتصاب ابو جبل كان وقف في ماتش من الماتشات بتهيألي والله اعلم انا الذاكره برضه، محمد صبحي كان الثالث ووقف، وبعد كده رجع ابو جبل تاني ووقف لغايه النهائي. فمحمد الشناوي ما سابش الفرقه ومشى. انت تسيب الفرقه وتمشي ليه؟ وبيقول لك شد خفيف في العضله الخلفيه. طب شد خفيف في العضله الخلفيه، شويه تمارين، شويه تمارين ترجعه، مش عايز اجهزه. تقول لك قال الطب في انجلترا غير في كوت ديفوار. طب مش القصه في الطب، القصه خلاص اتفهمت وقالها حاتم، هو بيصرف على الناس دي كلها وبيذل الناس بيه. طبعا ممكن يكون هو، ممكن يكون وكيل اعمال، والله اعلم. طب ما انت ما تضمنش بقى، رامي عباس هو اللي بيديله الاوامر، هو بيديله التعليمات، هو اللي بيقول له اعمل وما تعملش. الواتس شغال، واتساب شغال وسط الناس وسط الدنيا، امال ايه؟ كل وسائل التواصل الاجتماعي مش مبطله، فما تضمنش. المهم ان النهارده كمان ساعتين، كمان 3 ساعات، كمان ساعات قليله منتخب مصر هيلعب اخر مبارياته. لو فزنا بدون صلاح المفروض صلاح ما يرجعش تاني لغايه ما البطوله تخلص على الاقل. مع ان انا من وجهه نظري ما يجيش تاني خالص، ما يجيش تاني خالص يعني. مش على فكره هو مش، ما احنا ما لا نبخس حقه، عمل قبل كده، بس عمل ايه؟ وصلنا كاس عالم؟ لا، مع زمايله، مع زمايله. انت لاعب، عمره اللاعب ما كان في فريق، يعني حتى في الانديه ولا في اي حاجه، ما هي كره القدم لعبه جماعيه، فعشان هو يعمل نفسه هو مصر، طبعا استحاله. وعشان كده مصر اكبر من كل الناس دي كلها. ده كلام الصح، ده الكلام الصح اللي المفروض يتطبق، بس مش هيتطبق عشان احنا مصر مش اكتر من كده، عشان احنا مصر. فعادي ما تزعلوش يعني. دي وجهة نظري في موضوع محمد صلاح. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حنكسب بإذن الله الراس الأخضر، وحنطلع تاني المجموعة وحنكمل. وعلى رأي العرافة ليلى عبد اللطيف، طبعا أنا مش مقتنع بكلامها، يعني إحنا بس مبسوطين باللي قالته. قالت إن مصر هتاخد كأس الأمم الأفريقية، يا ريت، لكن هل صادقة؟ لا. هل هي كاذبة؟ لا، الله أعلم. لأن كل القصص دي يعني من من مئات السنين كانت بتحصل، من أيام التابعين وتابعي التابعين. فما كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي رواية ولو صدفوا. فهي موضوعها منتهي، بتاكل عيش، خليها تاكل عيش. بس هل كلامها غلط ولا صح؟ ما بيحصل بعد كده يعني. في حاجات قلتها حصلت قبل كده، زي زلزال تركيا، ولا زلزال المغرب، ولا اللي حصل في مش عارف فين، ولا اللي حصل فين، ولا يعني قالت كلام. فالله أعلم. يا ريت ليلى عبد اللطيف اللبنانية العرافة اللبنانية المشهورة، طبعا لو حد عارفها يبقى متابع. أنا عن نفسي سمعت حلقات منها والله أعلم. بس بقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني سواء الناس دي أو غيرها، لو حد صدقهم. خلي بالك هي بتقول كده، مش عايزة حد يصدقها ومش عايزة حد يكذبها. وأنا عن نفسي ولا بكذبها ولا بصدقها، يعني في حاجات بتيجي معاهم وتيجي مع الهبل، إيه زي ما بيقولوا. احنا عندنا في مثل في الصعيد في أسوان بيقولوا تيجي مع الهبل دبل. تيجي مع الهبل دبل يعني ايه؟ يعني الهبل بتيجي معاهم بالجوز بالمثنى، مثنى اتنين. دبل اللي هي دبل بالانجليزي، بس دبل بالفرنساوي. ما درس فرنساوي انا، انت ما مش ما يغركش شكلنا يعني، الحمد لله. المهم تاجي مع الهبل دبل، بتطلع معاها حاجات كتير كويس صح، لكن اكيد في حاجات غلط، لان دول لا يعلم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. ده موضوع منتهي، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يصدق واحده زي كده او يصدق الناس دي المنجمون دول، اشرك بالله، اشرك بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا لله وانا اليه راجعون. طبعا كده كده ايه، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهي
عمرها ما هتعلم الغيب. مهما تعمل ومهما تقول، الناس البطلة بس اللي بيصدقوها، الناس المختلة بس اللي بيصدقوها، اللي هم فيهم نسبة من الشرك بالله والعياذ بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فده وجهة نظر، وإن شاء الله إن شاء الله ننتصر النهاردة على الرأس الأخضر، ونطلع الثاني وهنكمل في البطولة وهناخدها وبدون صلاح. بدون صلاح ليه؟ لأن الظلم اتزال. أنا وجهة نظري ما أعرفش بقى ليه لا يحصل. أنا بكلمك النهاردة قبل ما المباراة تبدأ، من قبل ما المباراة تبدأ وأنا بقول، ويا ريت حد يقول لي بعد المباراة أنت كلامك كان صح، لأن بإذن الله هنفوز. هنفوز عشان صلاح مش هيلعب، عشان في عدل هيكون في المنتخب، مش عشان فيتوريا هو بيديله فلوسه، ومن هناك هيبعت له فلوسه برضه. وعشان كده حتى الناس دي كلها مضيعة كرامتها ليه؟ يعني انت من وجهة نظرك الوزير ولا رئيس اتحاد الكورة ولا نائب رئيس اتحاد الكورة ولا اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة ولا حازم امام المشرف على المنتخب، كل الناس دي مضيعة كرامتها ومزالة نفسها ليه؟ عشان الفلوس. ومين اللي معاه الفلوس؟ مين اللي بيصرف؟ صلاح. عشان كده حاطط الناس دي كلها فين؟ في جيبه. وطالما حاط الناس دي في جيبه، احنا اللي ضايعين في النص، الشعب، الجمهور للاسف الشديد. فمعلش يعني احنا بنقول ايه؟ الحمد لله وسايبينها على الله، واللي يحصل يحصل، سواء في الرياضة او في اي مجال تاني. يعني كده كده قدر الله وما شاء فعل. هنفوز ان شاء الله، وادعوا لنا بالخير باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.